السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفين. النهارده معاكم اكلات نونو. هنعمل احلى حلوى ممكن تجربيها، طعمها خطير جدا. عايزه اقول لكم بمكونين بس هتعملي احلى رافايلو. يلا نبدا بالمقادير. هنا معايا ربع كيلو من جوز الهند، ربع كيلو حليب مكثف، لازم الاتنين يبقوا زي بعض. تعجنيهم بقى كويس جدا، لازم تكون العجينه طريه عشان خاطر الرافايلو معاكي يبقى طري وطعمه خطير. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. بصوا العجينة بقت عاملة ازاي، متماسكة وجميلة جدا. هشكلها بقى انا كورات صغيرة، ممكن تشكليها بين كيسين تلاجة وتقطعيها بالقطعات الدورية او القلب او اي حاجة انت حباها. سهلة وبسيطة جدا. اعملها بقى كورات صغيرة كده واحطها على كيس تلاجة. طبعا اهم حاجة كيس تلاجة او ورق زبدة عشان خاطر ما تلزقش الحلويات بالذات. حطها بقى في الفريزر لمدة ساعتين او 3. هنا معايا ربع كيلو من الشوكولاتة، سيحتها على حمام مائي او في الميكروويف. هبتدي بقى احطها بالشوكة، لازم الشوكة عشان خاطر تصفي الشوكولاتة معاكي. لو طلعتيها بالمعلقة هتطلع معاك الشوكولاتة وهتبوظ. نصفيها كده بالشوكة على ورق زبدة او كيس تلاجة. بصوا جمدت على طول، جميلة جدا. ليكي حرية اختيار بقى في التزويق، ممكن تسيبيها كده او طرف الرافاييلو كده في الشوكولاتة البيضة. هزوقها انا بالشوكولاتة بقى ايه، البيضة كده خطوط. ممكن تحطي نقط صغيرة كده وتحطي عليها سبرينكز، هتبقى تحفة وخطيرة جدا. بس انا عايزة اسهل على الناس كده عشان ايه يشتغلوا ورايا ان شاء الله. بصوا ما شاء الله كده جاهز معايا الرافاييلو للتقديم. اي حد بقى تقدمي له هدية، لاي حد انت حباه، جميلة جدا. ممكن تعمليه صغير، ورقات صغيرة زي ما انت عايزة، تحط في علبة كده وتقدم هدية لاي حد انت بتحبيه. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.